بسكوتة، أنا عندي سؤال. إحنا ليه رايحين بكرة القداس في نص الأسبوع؟ وكمان ليه معمول متأخر؟ هو في حاجة؟ أيوة يا توتة، ده كل سنة وانتي طيبة. ده أول يوم في صوم يونان النبي أو توبة أهل نينوى. أنا قالوا في مدارس الأحد إن المرة الجاية هيبقى صوم يونان. ممكن تحكي لي قصته يا تيتا؟ حاضر يا توتة. يونان ده كان نبي، يعني بيسمع كلام ربنا ويروح يقوله للناس. ومرة ربنا قال له روح كلم أهل نينوى وقول لهم لو ما تبتوش وسبتوا الحاجات الوحشة اللي انتوا بتعملوها دي ربنا هيحرق المدينة بعد 40 يوم. راح يونان فكر كده جوا نفسه يا توتة وقال دول مش من شعب إسرائيل، أروح أقول لهم ليه؟ أنا هسيبهم عشان ربنا يغضب عليهم ويولع فيهم كلهم. هو كان معتقد إن ربنا ده بتاع اليهود بس، بتاع شعب إسرائيل. وفكر فكرة شريرة وقال أنا هركب مركب رايحة لترشيش علشان ما أروحش نينوى. وأول ما ركب المركب والمركب بدأت تمشي في المية قامت رياح وزوابع والمطر الشديد والموجة تخبط المركب يمين وشمال. قام البحارة قالوا تعالوا نرمي كل حاجة على المركب في البحر علشان يخف الحمولة والمركب تمشي ونقدر نوصل بسلام. لكن ما حصلش حاجة بعد ما رموا كل اللي على المركب يا توتة. فوصلوا الفكرة إن كل واحد من اللي موجودين يصلي لإلهه. هما ما كانوش يعرفوا ربنا. واحد كان بيصلي للشمس وواحد بيصلي للنجوم وواحد بيصلي للقمر. فقالوا احنا هنصحي كل اللي على المركب يصلوا لإلههم. فصحوا يونان وقالوا له قوم نادي على إلهك يمكن يسمع ويمكن يشيل مننا. فقال لهم أنا عبد ربنا الخالق السماوات والأرض الشمس والنجوم والقمر. كل اللي حصل ده بسببي لأني ما سمعتش كلامه. اتخضوا البحارة وخافوا وقالوا له ازاي انت عملت ايه خليته يبقى غضبان كده؟ قال لهم أنا ما سمعتش كلامه. هم قالوا لي أروح هو قال لي أروح لأهل نينوى علشان أقول لهم توبوا وأنا مش عايزة أروح. بس أنا هقول لكم الحل، ارموني في البحر بسرعة والبحر هيهدى. قالوا له لا يا نبي الله، لا مش هينفع، احنا هنعبد الله وما نقدرش نعمل حاجة وحشة. قال لهم الحل الوحيد انكم ترموني في البحر والدنيا هتهدى من جديد. وفعلا يا توتة رموا يونان النبي في البحر وحصلت حاجة غريبة. حوت كبير بلع يونان، ما كلوش، بلعه جوه بطنه. وفضل يونان عايش جوه صايم 3 أيام بيصلي عشان ربنا يسامحه. والبحارة وصلوا بسلام. وفضل يونان وهو صايم وبيصلي وبيعيط لربنا إن ربنا سامحه وخلى الحوت قذفه كده على شاطئ بحر نينوى. وبعدها يا توتة راح لأهل نينوى وقال لهم يا شعب أهل نينوى العظيم، ربنا بيقول لكم لو ما بطلتوش خطايا ورجعتوا عن الطريق الوحش ده المدينة هتتقلب وتتحرق وانتوا فيها بعد 40 يوم. خاف الشعب والملك سمع اللي قاله يونان، كلهم تابوا ولبسوا المسوح. عارفة يا توتة يا بنوتي الحلوة، حتى الأطفال اللي بيرضعوا من مامتهم صاموا 3 أيام، والبهايم اللي هم الحمير والبقر صاموا 3 أيام، والملك صام وكل الشعب صام وتاب توبة حقيقية وربنا سامحهم. بس يونان كان لسه زعلان علشان هم مش من شعب إسرائيل. فطلع بره المدينة وهو عارف إن ربنا قلبه حنين وهيسامحهم. فربنا حب يعلمه درس صغير يا توتة. وهو نايم في الشمس بره طلع له شجرة جميلة قوي تضلل عليه. فنام مبسوط يونان. وأول ما الشمس جت راح ربنا أمر دودة قد كده تاكل الشجرة دي كلها.
يا خبر يا تيتا، أيوة حصل فعلا يا توتة. صحي يونان متنرفز وعمال يقوله يا رب حتى الشجرة اللي كنت نايم تحتيها خدتها. قال له يا يونان بقى انت زعلان على الشجرة اللي هي اصلا بنتي يوم واحد انا مطلعها لك، ومش عايزني ازعل على شعب انا خلقته وتعبت فيه وكمان انا بحبه. فهم يونان الدرس وقال له سامحني يا رب وسامح كمان اهل نينوى، وخلصت الحكاية يا توتة. الله يا تيتا، قصتها حلوة قوي، وانا كمان عرفت احنا ليه بنصوم ال3 ايام دول، عشان نبقى شبه اهل نينوى. ودلوقتي يا صحابي استنوني انا توتة وتيتا بسكوتة في مغامرة جديدة وحكاية حلوة من جوه كتابنا المقدس وقدسنا الحلوين. باي باي.